هذا كتاب سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، طبع دار الفكر في سنة 1429 في دار الفكر بيروت لبنان. في هذا الكتاب، كتاب السنة، رقم الصفحة 54، الرواية 145. حدثنا فلانا فلانا فلان عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرب لمن يحارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وهي حرب أمير المؤمنين عليه السلام هو حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان أحد من الناس خرج على أبي بكر أو عمر وحارب أبا بكر وعمر، هل تقولون بإسلامه؟ ولم يخرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة بحق أبي بكر وعمر. إنه لم يقل من حارب أبا بكر فأنا حرب له، أو من حارب عمر فأنا حرب له. لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ولكن قال في حق أمير المؤمنين عليه السلام: أسألكم بالله يا أيها الجماعة العمرية، إذا وجدتم في تاريخ المسلمين إن أحدا من المسلمين نفترض خرج على أبي بكر وعمر، هل تقولون بإسلامه أم تكفرونه؟ نحن كالشيعة الآن ننتقد أبا بكر وعمر من كتبكم، تكفروننا. نحن لا نقاتل ولا نسل السيف على أبي بكر ولا على أتباع أبي بكر، فقط نستدل باستدلال علمي من كتبكم. تسمون ذلك سبا للصحابة وسبا للشيخين، وتكفروننا وتجعلون دمنا مباحا لكم. فهذه عائشة خرجت على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أليس أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقادكم وفي زعمكم كما كان أبو بكر وعمر؟ ولم يرد في حق أبي بكر وعمر أنا حرب لمن حاربكم، ولكن ورد في حق أمير المؤمنين عليه السلام، والحديث صحيح متفق عليه. حرب أمير المؤمنين عليه السلام حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قاتل شخص بل سب بل انتقد وأنكر على أبي بكر وعمر فهو يصبح كافر مرتد حلال الدم. فأين أقولكم إذا يخرج ويحارب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهي تصبح أم المؤمنين ولا يخرج عن الدين، لا تخرج عن هذا. كيف هو إسلام؟ إن الشيخ البهائي من كبار علماء الشيعة والمعروف، عنده كتاب اسمه نان وحلوى بالفارسي، خبز وحلوى، فيه ظرائف ولطائف وقصص. فيها قصة عن امرأة فاحشة كانت تعيش في إصفهان أو في بلد ما، واسمها خالة تسليم. إنها كانت، هذا الخالة كانت تفعل الفعل المنكر والفواحش، وكان يأتون إليه الرجال وهي كانت تقضي حوائجهم. وكل يوم كل من متى حصلت له فرصة بين رجل ورجل كانت هي تصلي بالصلاة. هذا امرأة فاجرة كانت تصلي صلوات بركعتين بعد ركعتين، إذا يأتي رجل آخر وبعد فرغ ذاك الرجل بعد ذلك أيضا كانت تصلي. فيوم من الأيام قال له أحد من الناس: يا فلانة، إنه يأتونك الرجال وإنك بعدما تفرغ من الرجال تأتي بالصلاة وتصلي، هذا كيف؟ متى أنت تتوضين ومتى أنت تغتسلين بدون غسل وبدون وضوء إنك تصلين؟ فهي أجابته وقالت: إني قبل أن أجي يوميا إلى محل هذا أنا أتوضأ وهذا وضوئي كافلة. فقال له هذا الشخص: هذا وضوءك. كيف هي الوضوء؟ إنها ليس وضوء، إنها سد سكندر، إنها سد ذي القرنين، إنها ليس وضوء،
إنك تزني كل يوم 20 رجل، هذا وضوءك لا تبطل، وضوءك هذا لا تبطل، هذا ليس بوضوء، هذا سد ذي القرنين. فنقول للجماعة الأمرية هذا عائشتكم تحارب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي لا ترتد عن الدين. حرب أمير المؤمنين عليه السلام بنص كتابكم حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة حاربت أمير المؤمنين عليه السلام، قتل فيه آلاف من المسلمين. حرب جمل، معركة جمل معروف في التاريخ، لا ينكرها أي إنسان عاقل، لا ينكرها حتى الكفار، معلوم كما معلوم حرب العالمية الثانية، معلوم كما معلوم حرب العالمية الأول نعرفه، فكذلك حرب الجمل. يا إخوتنا كيف لا ترتد؟ هذا قصة إيمان عائشة، قصة وضوء ذلك امرأة الزانية. هذا الزانية تزني وتزني وتزني 20 مرة، وضوءها لا تبطل. كذلك عائشة تقاتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك هي على إيمانها باقي. إذا القتال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس دليلا على الكفر والخروج عن الدين، فيا أخوتي فما هو يكون